السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالرغم من العلاقة القوية التي تجمع الجزائر مع إيطاليا، وأيضا مدى قوة الصداقة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من رفض الوساطة الإيطالية بشأن الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا. وقد كشفت مصادر إعلامية متطابقة نقلاً عن الصحافة الفرنسية أن الجزائر رفضت بشكل قاطع أي وساطة أوروبية تقدم بها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالرغم من قراره الأخير الذي يعترف من خلاله بأن الجزائر دولة آمنة وأصلية يمكن التعامل معها بدون خوف أو قلق. هذا وقد أعلنت صحيفة لوبينيون الفرنسية في تقرير إخباري نشرته منذ ساعات عن فشل وساطة إيطالية من أجل إطلاق سراح الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال الذي أدين ب5 سنوات سجنا نافذا الأسبوع الماضي. وأشارت ذات المصادر أن وساطة روما بشأن بوعلام صنصال كانت خلال زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاياني للجزائر مؤخرا. وأوضحت صحيفة لوبينيون أن الوزير تاياني اختبر الوضع في الجزائر عندما استقبله الرئيس عبد المجيد، لكنه تلقى رفضا مهذبا وفق ذات المصدر. وأكد مراقبون سياسيون أن سبب رفض الجزائر لوساطة حليفها الإيطالي والتوسط بحل دبلوماسي يرضي الطرفين من أجل تأمين الإفراج عن الخائن بوعلام صنصال هو أن الجزائر تعتبر قضية بوعلام صنصال تدخل في شؤونها الداخلية، وهذا ما يرفضه الرئيس تبون جملة وتفصيلا. وظن الرئيس ماكرون أن إيطاليا يمكنها أن تحل أزمته الدبلوماسية مع الجزائر.